في الساعة 11:02 أقلعت طائرة جزائرية متجهة إلى إسطنبول، لكن بعد ساعة واحدة حدثت المفاجأة. الطائرة أصابها خلل تقني. قائد الطائرة قرر فجأة العودة إلى مطار هواري بوميديان في الجزائر، فشعر الركاب بالرعب. الله أكبر ولله الحمد. عمت في الطائرة أجواء الاستغاثة بالله، فصاح الركاب بالتكبير والتسبيح في مشهد مهيب يدل على عظمة الإيمان في قلوب العرب. لكن الوضع مطمئن، حيث أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية في بيان رسمي بأن الطائرة عادت سالمة، وتم تنظيم رحلة بديلة للركاب في اليوم التالي في تمام الساعة 10:10. الوضع آمن، وتيقن بأنه لن يضار مستعين بالله حتى لو كان محلقاً بطائرة في الجو.